السلام عليكم، نهاركم مبروك. غادي نسمعوا تصريح أمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائري اللي كان صرح على الناس اللي عندهم أحكام وما ردوهمش الخدمة تاعهم، ومن بعد نزيد نكملوا الهضرة تاعنا. ما بين العامل والمنظمه تاعو. ما نهضرش على الاشخاص، نهضر على المنظمه. علاش ما يجيوش للمنظمه؟ فقدوا الثقه بلي المنظمه تقدر تحميهم. وانا نقول لك عندهم الحق يفقدوا الثقه، باسكو الناس كي تجي تكون عندها قرارات عداله. نعاود نولي لهذا اللي يوجعني انا. قرارات عداله والاتحاد العام ما يقدرش يردهم، والحكومه ما تردهمش، يفقدوا الثقه في البلاد كلها. الور هذه شوف يا اخي، انا ماهوش عليا انا بلك احنا اللي نروحوا الاولين نفقدوا الثقه تاع العمال، ما يجيوناش ونروحوا للموزي ولا ننفصلوا ولا نروحوا. ولكن المشكل تاع البلاد كي تروح. La priorité des priorités, j'aurais aimé me retrouver avec nos amis du patronat public et patronat privé. Je suis fatigué. Et je le dis aujourd'hui, et je le dirai demain, je suis fatigué. Je n'ai plus la force de supporter tous les problèmes des travailleurs, des ex-syndicalistes qui ont eu gain de cause auprès des tribunaux et que leurs décisions ne soient pas appliquées. Je suis fatigué. Et si je dois fuir, et si je dois m'en aller, et si je dois disparaître, c'est à cause de ce problème qui me hante. Je suis fatigué parce que la détresse تاع الناس هادو يجيوني كل صباح والعين بصيرة واليد قصيرة. Je suis dans l'incapacité de régler le problème. راني سمعتك الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائري، وسمعت التدخل اللي هضرت عليه تاع الناس اللي عندها الأحكام وما تطبقش من طرف المستخدم. وراك قلت الثقة اللي كانت بيناتنا بين المندوب النقابي والمنظمة ما تكونش، سي فري ما تكونش، ما بقاش الثقة بيناتنا. كيما أنا نحكي على روحي، الثقة اللي كانت بيني وبين المنظمة وبين النقابة صاي ما بقاش ثقة. أنا كي نشوف روحي مظلوم ونشوف روحي المستخدم ظالمني وعندي أحكام تاع عدالة وما تطبقوش، والمنظمة على بالها ورسلت لها وخبرتها ما تحمينيش، واش من الثقة اللي تقعد؟ فقدت الثقة في كل شيء، في المنظمة، في كل شيء. سبحان الله، درك حكم العدالة ما يطبقش، المنظمة ما تحمينيش، صاي بون صاي الثقة راحت. أنا ماشي محمي كيف أنت بغيت العامل يكون محمي، العامل تاني مكاش اللي يحميه. مادام المندوب النقابي ماشي محمي، العمل ما كاش اللي يحميه. خليتو المستخدم يعفس على القانون ويدير كيما يبغي حتى وصل قلع النقابه، راه يقلع النقابه، يقلعها كاع، يقلعها مجدورها، ما يوصل يقول انا ما نستعرش بالنقابه، ويدير اجراءات. كل اجراءات تشوف اللي دارهم هذا المستخدم اللي كنت نخدم معاه مخالف القانون، دار اجراءات غير قانونيه، اتهم المنظمه واتهم وعفس على القانون، دار بزاف صوالح. كاين قانون تمشاو عليه. امين العام انت عندك السلطه تريح مع رئيس الدوله، تريح مع المسؤولين، عندك قوانين، لازم اتخاذ اجراءات قانونيه. المستخدم لازم يتمشى بالقانون. كاين مفتشيات العمل تاني تتدخل في القضايا هذه، عندها السلطه. لازم الثقة تتولي، هذه الثقة بين العامل وبين المندوب النقابي، بين المندوب النقابي مع المنظمة تاعه. لازم الثقة، لازم القوانين تطبق، ولازم المستخدم يكون طايع على القوانين الجزائرية، ما يخرجش على القانون، وكل واحد يدي حقه.
البلاد هذه كما قلت انت، كما قلت الامين العام، قلت البلاد هذه البلاد افونتو. وباش تكون بلاد افونتو لازم ناس تكون في المستوى، وناس تطبق القانون، ما تخرجش على القانون. وصل انت كيوصل المندوب النقابي عنده احكام وظالمينه وما يطبقش هذاك الحكم، سي كراف، سي كراف. المستخدم هكا شي يدير في راسه، المستخدم يزيد يطغى ويدير كيما يبغي، وما على بالاش كاع، يولي العامل محقور، يولي ما يديش حقه، يولي المندوب ما يستعرفش بالنقابه، يولي يدير كيما يبغي، وحنا متفرجين. والمنظمه سي نورمال، المنظمه دروك كي العمال يسمعوا المنظمه ولات كيما هكا، الناس ما توليش تقول لك النقابه هذه ما فيها والو، ما فيها فايده، ما خطينا منها. النقابه اللي ما تجيبش حقك وتدافع على المندوب النقابي تاعها، يوليو يهضروا في المنظمات، تولي المنظمات تصرا فيها تخرويض. هذه هي الامين العام، هذا هو الميساج اللي بغيت نوجه لك ونوجه للامناء في التدخل في القضايا هذه، ويوقفوا المستخدم عند حده وبالقانون. والسلام عليكم.